السلام عليكم. نشرت وزارة الداخلية بيانا رسمي يكشف حقيقة الهجوم على كمين أبيز بمحافظة الإسكندرية والذي وقع منتصف الليل. وقالت الوزارة قتل أحد أفراد الشرطة تقبله الله في الشهداء أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية. وتم ضبط 2 في إطار متابعة نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تجار المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية في عدد من القضايا أبرزها مخدرات سلاح ناري. وتابعت أمكن تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وخلال مطاردتهم بادروا إطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط 2 من المتهمين وهروب المتهم الثالث. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.